ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الله. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. يا شباب شايفين الجبل هذا؟ من الذي نصبه؟ الله. شايف الجبل هذا؟ الله. ترى زيه اثنين تحت في الأرض. هذا الجبل اللي قدامنا زيه مرتين في الأرض، والكلام مع الله. يا الله، الله أكبر. ما أجمله وما أحسنه وما أفضله. تخيل موسى يكلم الله. السؤال متى نفيق ونعلم عظمته؟ الله أكبر. متى نفيق ونعلم جبروته؟ متى نفيق ونعلم قوته جل في علاه؟ الله أكبر. يا شباب شايفين الجبل هذا؟ من الذي نصبه؟ الله. شايفين السماء هذه؟ الله. من الذي رفعها؟ انظر إلى السماء، انظر شباب، كل واحد ينظر إلى السماء. انظر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم الله أكبر. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. تعرف ايش معنى فروج يا شيخ بدر؟ معنى فروج أي شقوق. والله ما في شق واحد، الله. ما في عيب واحد. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الله. فارجع البصر هل ترى من فطور. شايف الجبل هذا؟ الله أكبر. ترى زيه اثنين تحت في الأرض. هذا الجبل اللي قدامنا زيه مرتين في الأرض. الله أكبر. من الذي نصبه؟ إنه الله. الله عز وجل يقول عنه ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الله. فيذرها قاعا صفصفا الله أكبر. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تدري هذا الجبل يا شيخ بدر بسبب عظمة الله أصبح دكة. الله أكبر. موسى عليه السلام عندما ذهب لمناجاة الله وللقاء الله ذهب إلى جبل الطور يريد أن يتكلم مع الله، والكلام مع الله. يا الله، الله أكبر. ما أجمله وما أحسنه وما أفضله. تخيل موسى يكلم الله. يقول الله عز وجل هذه القصة في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. من شدة الخطاب مع الله وجماله موسى ما تحمل، قال ربي أرني أنظر إليك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. قال الله قال لن تراني، يعني أنت ما تستطيع تشوفني، جسمك نظرك ما يتحملني. الله أكبر. لن تراني في الدنيا، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا
وخر موسى صعقا. تخيل، قال ابن عباس: تجلى الله إلى الجبل قدر الأنملة. الله أكبر. قدر الأنملة تجلى الله للجبل فأصبح دكا. الله أكبر. عندما نظر موسى إلى هذا المنظر: وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. شيخ بدر، بس أبغى أرمي كلمة كذا أخيرة. موسى عليه السلام عندما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. السؤال: متى نفيق ونعلم عظمته؟ الله أكبر. متى نفيق ونعلم جبروته؟ متى نفيق ونعلم قوته جل في علاه؟ الله أكبر. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. خلاص، ابتلاء عظيم من الله عز وجل لنبي الله إبراهيم عليه السلام. وانظر إلى الابن الصالح الذي أعان أبوه على طاعة الله. قال: يا أبت افعل ما تؤمر يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. أحبتي في الله، إبراهيم عليه السلام اختبره الله عز وجل. أن رأى في المنام أمره الله سبحانه وتعالى أن يقتل ابنه إسماعيل. وعلى فكرة يا شباب، ترى إسماعيل ما أتى إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام إلا بعد أن كبر سنه. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فانظر أخي في الله، ما أتى إسماعيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام إلا بعد أن كبر سنه. ابتلاه الله عز وجل، ابتلى الله عز وجل نبي الله إبراهيم أن يذبح ابنه. قال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. خلاص، ابتلاء عظيم من الله عز وجل لنبي الله إبراهيم عليه السلام، لينظر الله عز وجل لإبراهيم هل ينجح في الاختبار أم يرسب في الاختبار. تعتقدون أحبة في الله ماذا فعل إبراهيم؟ ذهب إلى ابنه إسماعيل فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. خلاص، يريد أن يفعل أمر الله عز وجل، يريد أن يفعل أمر الله عز وجل. وانظر إلى الابن الصالح الذي أعان أبوه على طاعة الله. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خلاص، الآن حدد الموعد من أجل أن إبراهيم يذبح إسماعيل. فلما أسلما وتله للجبين. ما معنى هذا الكلام أحبتي في الله؟ خلاص، حد السكين إبراهيم، أراد أن يذبح إسماعيل ابنه الذي مات إلا بعد أن كبر سنه. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ففدى الله عز وجل وأنقذ الله عز وجل إسماعيل عليه السلام بكبش من السماء نزل. أحبتي في الله، نجح إبراهيم عليه السلام في هذا الامتحان الذي امتحنه الله عز وجل. فأخي في الله، الله عز وجل الآن يمتحنك، يمتحن جوالك هل في مقاطع سيئة، يمتحنك إذا خلوت بربك سبحانه وتعالى هل تنظر إلى ما حرم الله. الله عز وجل الآن يمتحنك هل عندك علاقة محرمة بينك وبين بنت، نسأل الله العافية والسلامة. فالآن أخي في الله، الله عز وجل يمتحنك هل أنت تنجح في الامتحان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحبتي في الله، نزلنا في هذه الدنيا امتحان من الله وابتلاء من الله عز وجل لينظر هل نطيعه فندخل الجنة أو هل نعصيه فندخل النار.